معانا هبه كمان طبعا. نعرف كمان سؤال هبه. الو يا هبه. 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 ايوه. انت فين يا حبيبه قلبي؟ ده انا عجلنا عشانك. طيب معانا منى. الو يا منى. يا دكتور دلوقتي في فتور ما بيني وما بين زوجي في موضوع العلاقه الزوجيه ده. روحه مستخبيه جوه جروح. فانا عايزه اعرف يعني ايه اللي بيحصل، لانه دايما بيبقى متضايق بسبب برضه الظروف الاقتصاديه والشغل وكده. كلي يا حبيبتي واشربي المانجا، اشربي المانجا قبل ما تغلى. بقالكم قد ايه متجوزين؟ بقالنا 5 سنين. لا حول الله يا رب. الفطور ده من اول يوم ولا دي حاجه جديده؟ لا دي حاجه جديده. هو المشكله ان انا مش بنام جنبه على السرير يا دكتور. ما هي مش دي المشكله يا دكتور، هو في مشكله اكبر من كده؟ بسبب ان انا مثلا ولدت ابني بسرعه، لان حملت بسرعه على طول، فكان اهتمامي اكتر بابني. وبعد كده مثلا اما كنت اجي انام جنبه على السرير او كده يقول لي مثلا ايه انت بتشخري، ما بعرفش انام جنب حد. بصراحه بقى انا مش عاجبني اسلوب حياتنا ده خالص. مش عارفه ايه بتعملي اصوات وانت نايمه، مع ان ده ما بيحصلش يعني. معلش بس ممكن نهدى شويه ونطلع نكمل كلامنا فوق، عشان واكل كرومبي يوناني النهارده مكركب لي بطني ولازم انام في الطاوله. فانا قلت له يعني احنا بقالنا 5 سنين متجوزين، ازاي عايز تنام لوحدك؟ انت مالك؟ انت بتتحشري ليه؟ انت مين انت؟ والمشكله ان هو ما بيدينيش فرصه ان انا وهو نتكلم مع بعض، بحيث ان احنا يعني في مره بعت له رساله قلت له احنا المفروض نبقى يعني نتكلم مع بعض اكتر، يعني نحاول ان احنا ما نتخانقش كتير قدام ابننا. رانيا من فضلك خليكي قدوه قدام الولاد. انا مبسوطه جدا من المكالمه دي. انا ما بقتش مبسوطه الحقيقه، ان انا عمري ما كنت مبسوطه. من اول انه هو الزوج هي حريصه عليه، هي نفسها ترجعه، ودي حاجه رائعه. مسيرك يا اجنبي تيجي في ملعبي. يمكن مش موجوده عن كل الستات اللي بيواجهوا نفس المشكله، بتاخدها على صدرها وبتقولك خلاص بقى هو حر، ما يموت ولا يغور في 60 دقيقه. ان كل الشكاوي اللي انت بتشتكي منها يا منى حاجات لازم تلاقي لها علاج. دي حقيقه. هو جاي خلقه في مناخيره، هو مضغوط، هو ما عندوش استعداد ان النومه بتاعته اللي بيرتاح فيها شويه عشان يرجع تاني يدور في الساقيه يبقى متقدر فيها. كانت طيبه ونسمه وقلبها ابيض وزي الفل، بعد كده اتحولت بقت نكديه وزنانه وطلباتها كتير، ما بقتش ملاحه. هو عايز يرتاح، فحضرتك لازم توفري له الجو. لا 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 بقى بذمتك يا بلبل دي عيشه تتساب واروح اتجوز؟ لازم يبقى فيه وقت، حتى لو عدد من الايام حضرتك يعني تبقي بتكرسيهم للاهتمام بالزوج. واتعلمت الرقص وهرقص له. بما ان المشكله دي مش من اول الجواز، ايه الحاجات اللي كانت بتسعده بتثيره؟ صحيح. انت بتعرفي تدلعي؟ اتدلع ازاي؟ تدلعي او ايه اللي ازاي؟ بتقربه ليكي، كان بيحب برفيوم معين، كان بيحب لبس معين، هيئي له الجو. اوعي تخذليني ها؟